ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الكشكوتة بجد؟ ايه رأيكم؟ على فكرة، وهم كلفتنيش حاجة خالص، لان انا عندي الحاجة في البيت صراحة. عايزين تعرفوا انا عاملة الكشكوتة دي ازاي وبكل التكاليف؟ تعالوا يلا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله ونشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا حبايبي عاملين ايه في الساعة ديت؟ كل سنة وانتم طيبين. الدراسة بكرة أول يوم، ربنا مع أولادنا ويبقوا شهرين خفاف ولذاذ كده معاهم بإذن الله. تعالوا بقى بنسبة دخول المدرسة أنا هعمل معاكم الكشطوطة. طبعا في أغلبنا اللي يعرفها وفي اللي ما يعرفهاش. الكشطوطة دي طلعت أخدت ترند جامد قوي. انا يعني عشان عندي رز بلبن اللي كنت عاملاه معاكم من قيمه يومين، فوضت كده طبقين ثلاثه، قلت لا انا هخليهم عشان انا عايزه اجرب ايه القشطوطه اللي هم قلبين الدنيا وطالعه ترند كده، كأن ايه حاجه دخلت مصر ما اقولكوش افتتحتها. فقلت اعملها، تعالوا نشوف هي ايه. ده هي كيكه متسقسقه، كيكه تركيه عملتها قبل كده على القناه، متسقسقه بالميه ومش عارف ايه. بقول لكم ايه، بلاش رغي، تعالوا نبدا الفيديو. اول حاجه انا هعمل الكيكه الاسفنجيه بتاعتي. تمام كده. الكيكه الاسفنجيه سهله جدا ومفيش اسهل منها. معايا 3 بيضات. هتجيبي المبرد بتاعك، هتجيبي العجان، هتجيبي الخلاط، المهم تجيبي اي حاجه عشان ايه نضرب. تمام. جبت 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. معايا فانيليا سايله. تمام كده. هضرب الفانيليا مع ال3 بيضات جامد قوي 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 قوي. تمام اهو. بسم الله. امسكهم بقى اضربهم كده اهو. وهم بقى بيتضربوا هنزل بحاجه بس البيض بس يتضرب كويس وبعد كده هعمل. انا هديت السرعه. هنزل معايا بكوبايه من السكر اهو. نزلت بكوبايه من السكر، تندمج بقى كده مع البيض والفانيليا كويس قوي. وبعد كده هنزل بمعلقه من الخل ليه؟ عشان ريحه البيض برضو لازم احطها كده. تمام كده. وهي في المرحله ديت هنزل بكوبايه من الحليب اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يتضربوا كويس قوي مع بعض. تمام كده. تعالوا بقى احنا هنشغله على 2 أو 3، وهنزل بسرسوب من الزيت اهو. شايفين؟ انا الزيت ما بنزلش بيه مره واحده، دي نص كوبايه زيت ذره طبعا يا جماعه اهو. برضه اسيبه يتضرب كويس جدا جدا معاه عشان نخش على الخطوه اللي بعد كده. بعد كده اهو اتضرب اهو. اخليه بقى على 1، مش عايزاه جامد. هنزل بالبيكنج باودر كده. هنزل بمعلقتين من النشا بتدي تيست حلو قوي للكيكه، يندمجوا بس. وهنزل بمعلقه بس هقفله بقى بمعلقه كده، يعني احط معلقتين كده بالمنظر ده واديله ايه، اديله ضربه على الهادي خالص. اول ما الاقي دي اندمج مع الخليط بتاعي هنزل بمعلقتين ايه تاني اهو. تمام. شايفين؟ ما بنزلش مره واحده اهو. قبل ما تخلصي كميه الدقيق اللي عندك اهو. شايفين اهو؟ انا خلصتها اهيت. بصوا عامله ازاي. جبت معايا صينيه مقاس 30 اهيت، بطنتها طبعا برشه زيت ورشه دقيق. هنزل عليها بالخليط بتاعي بالمنظر ده. بصوا هو لازم بيبقى تقيل كده اهو. هنزل عليها بكله اهيت. انا عملت الكيك بتاعي جاهز اهوت، بس هعملها بس كده اطلع منها الهواء عشان عايزه الهواء يطلع منها. هحطها على درجه حراره 180 نص ساعه بالظبط، ونتابعها عشان كل واحد حسب الفرن بتاعه. يلا ندخلها ونرجع تاني لبعض. تعالوا اعمل معاكم بقى الخليط اللي هحطه فوق الكيك اول ما يطلع من الفرن عشان يخلي لي الكيك بتاعي جوسي، يعني انتوا فاهمين، جوسي كده وطري. تعالوا الاول انا جبت هنا كوبايتين من الحليب، هحط عليهم معلقتين من السكر، اي سكر عندك ما يرتبطش بسكر يعني.
تمام. معايا هنا العلبة جامدة 3 معالق من الكريم جانتيه. ده بيدي بقى يا جماعة تيست حلو قوي 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 لما احطه على الخليط كده بيدي تيست حلو قوي. معايا 3 معالق لبن بودر، هديهم ضربة جامدة قوي 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 في الخلاط علشان مش عايزة اي فيه تكتلات ولا اي حاجة خالص. هدي ضربة ونرجع لبعض. طلعت الكيك بتاعي لسه مطلعاه، طبعا كنت بختبرها بالشوكة. تعالوا بقى عشان نسقيها بالخليط اللي احنا عملناه. بس قبل اي حاجة انا همسك بس الشوكة كده اعمل في كل كيكة عشان اضمن انها شربت من الخليط دوت، عشان تبقى حكاية كده حكاية. قال ايه؟ ام رز بلبن ب45 والعادية ب40 وكده يعني. لا يا جماعة والله بصوا بقى ان شاء الله باذن الله هتعجبكم، هتقوموا تعملوها لعيالكم. بس انا بس ايه لازم اغز كده علشان اضمن ان الخليط كله دخل عندي في الكيك. طبعا الشكل ده مش هيبان فبراحتنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى تسقي بقى كده، عايزينها تتشرب. هي الكيكه التركي هي بس كشتوته بقى والكلام الاختراعات بتاع المصريين ده نعمل في ايه اهو. شايفين ريحه الكيكه عندي قلبة الدنيا. عايزه بس ايه امسكها بحته قماشه عشان عايزه اجيبها يمين وشمال، بس انت تجيبيها يمين وشمال. تمام. اجيب بس معلقه افرد عشان يبقى كله اتشرب. هسيبها بقى كده تتشرب كمان بقى من الخليط قبل ما اعمل مع بعض كريم جانتيه. انا حطيت هنا كوبايه من الحليب، كوبايه هحط عليها بقيمه بالظبط كوبايه من الكريم جانتيه اهو. ماشي كده، كوبايه من الحليب الساقع، وهحط 3 معالق سكر. تمام كده تمام. وهضرب بقى كده اهو. تعالوا بقى كده نحط الكريم جانتيه بتاعي اهو. بصوا بقى عامل ازاي. بسم الله. نحطه بقى كده. هفرم السبرت بتاعتي. بصوا بقى تفردي كده عشان ايه تتساوي. اي معلقه اي حاجه متساويه وتفردي بيها كده اهي المنظر ده. بصوا بقى هجيب شوك وهمشي بيها كده عشان عايزاها تاخد الشكل اللي هو ده اهي. شايفين؟ تمام كده. ده انا بس ايه بمشي فيها الشوكه عشان تاخد معايا شكل، مش اكتر من كده. حته الكيكه اللي بيني دي تروحي وتيجي عليها، مفيش حاجه ايه تضايقك ولا اي حاجه اهو. شايفين اهي؟ بس وانتي بتعملي دي تبقى خفيفه عليها. انا بقى كده بالمنظر ده احطها في التلاجة قيمة ساعتين بس الكريم جانتيه يمسك معايا، ونشوف الخطوه الجايه تبقى ايه. ايه رأيكم في الجمال دوت؟ شايفين الالوان، شايفين المنظر الطبيعي ده. اقرب لكم بقى التليفون. ايه بالمانجا والكراميل، بالفواكه، بالمانجا بس. يعني انا التانية حاطه فيها كراميل، لا دي مانجا بس. دي شوكولاته وكراميل، دي شوكولاته بس، ده كراميل بس. انا اللي بيحبش ده ياخد ده. ايه رايكم بقى في المنظر ده؟ بجد فظيعه، عايزه اقول لكم فظيعه. طبعا انا حطيت من تحت رز بلبن وحطيت من فوقيها الكيك، وطبعا احنا عارفين احنا عملنا ايه. شفتوا المنظر؟ شفتوا الجمال؟ ولا تقولوا لي بقى نجيب القطعه 45 ولا هتقولوا لي الكلام ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون فعلا قدرت اوصل لكم معلومه. لو كان الفيديو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي صلاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.